أكد العالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم. أعلن عن اختتام القمة وارفع الجلسة. شكرا. الرئيس السوري وكما تشاهدون هو يصافح بعض المسؤولين العرب، وأيضا أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. فالعمل العربي المشترك بحاجة لرؤى واستراتيجيات وأهداف مشتركة نحولها لاحقا إلى خطط تنفيذية. إذن هذه الصور الأولية والتي هي قبل ربما دقائق من الآن لوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة. بحاجة لسياسة موحدة ومبادئ ثابتة وآليات وضوابط واضحة. عندها سننتقل من رد الفعل إلى استباق الأحداث. إذن تشاهدون الآن هذه الصور للرئيس السوري وأيضا للوفد المرافق للسيد الرئيس بشار الأسد من ليبيا إلى سوريا مرورا باليمن والسودان وغيرها من القضايا الكثيرة في مناطق مختلفة، فلا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض. أو بعد وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة، وهو الآن كما تشاهدون هو والوفد المرافق له برفقة كبار المسؤولين السعوديين وأيضا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. أكد العالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم. أعلن عن اختتام القمة وارفع الجلسة. شكرا.